السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة بيتي وبناتي. كيف ما العادة اليوم حضرت لكم شهيوة من شهيواتي فتنتمنى أن تعجبكم. اليوم حضرت لكم بسطيلة بالدجاج واللوز، نتمنى أنها تنال الرضا ديالكم. ندوزو دابا للطريقة والمقادير. هنا البنات عندي واحد 2 كيسان ديال العلبة ديال الماء. اول حاجه غادي ندير الزعفران الحر، ومن بعد غادي ناخد راس ولا نص. هنا عندي راس المعلقه ديال البزار، معلقه تقريبا ديال تحمير ديال الخرقوم عود، نفس القياس ديال مشات ديال القزبر مطحون، نص معلقه ديال سكنجبير. صافي البنات، هنايا سحبني الفيديو خدام، درت مروزيه نوريكم. ها هي صافي درت المروزيه ودرت الدجاج، يعني وشرملت بها الدجاج تقريبا 2 معالق صغار ديال المروزيات. هنا البسطيله تنكثروا فيها المروزيه. هنا انا عندي خديت المروزيه تاع اللحم، لان ملي تمشي عندهم تشري تيقول لك واش ديال الحوت، واش ديال البسطيله، واش ديال اللحم، واش ديال الدجاج. المهم انا عرفتها غير بالريحه، خديت ديال اللحم كل بلاصه وشوف واش من كيفاش دايره المروزيه عندكم. يعني المروزيه صعيب شويه تلقاها مروزيه زوينه. المهم كي قلت لكم انا هنا خديت ديال اللحم، هي اللي خديت. صافي البنات، هنا عندي 4 من بعد ما تشحر الدجاج ولا طاب نص طيبه، درت 4 البصلات كبار ديال 4 البصلات هكا شرائح طريقه ديال الرفيسه، ودرت 2 كيسان ديال الزيت العنبه. هنا بعد ما طاب ليا الدجاج غادي نحيدو شي حاجه كيف ما شفتوا، وغادي يشيط ليا هاد البلول اللي بقات فيه البصله والبلول ديال فاش طيبت الدجاج. المهم في الفيديو راني زدت باقي 2 عواد تاع القرفه راه باينين فوق الدجاج. ملي كنت نشرح لكم على المروزيه داز الفيديو. مهم هنا البنات تنبقى نشحر المرقه، يعني المرقه اللي بقات عندي هنا غادي نبقى نمعسها بالمغرفه وهي تتشحر، وفي نفس الوقت خدامه في الدجاج تنفرتو، تنحيد منه العظام، نحيد منه اي شوائب فيه تنحيدهم، وتنخلي غير الدجاج هكا مقطع صغير وصايب ونقي فيه لا عظم لا عرق لا حتى شي حاجه. صافي البنات، غادي نبقى على هاد الطريقه هادي نصاوب الدجاج ونحرك في الضغميره حتى تولي عندي الضغميره بدات تشرب. غادي نزيد هاد الزيت كما غتشوفوا في الفيديو. المهم الا جاكم صوتي شكال راني الصباح هذا وفيه نعاس وعاد فقت وقلت راه نسجل الصوت باش نخليه يتشارجا. صافي كيف ما تشوفوا تنفرتت الدجاج كامل. اهم حاجه في الدجاج هو انه يتغسل بالليل، يا تشرملوه وتحطوه يا انكم تخلوه. من الاحسن انه يبات في الفريغ يعني يجمد. الا كنتو باغيينو للعشاء، فانا هنا بغيتها للعشاء فخليته في الفريغ وجمد، عاد خرجته بالديكونجولات الصباح وشرملته. المهم انا راهي شرملته واحد نص ساعه هكا ورديته طيب. الا من الاحسن انكم ديروه بالليل وتخلوه يشرب التشرمله ديالو مزيان، ولا ديروا كيف ما درت هي جات زوينه. صافي البنات، هذا هو البلول اللي قلت لكم تبقاو تحرفوا فيه. دابا كيف ما تشوفوا هنا راه بدا البلول تحيد، بقات هي ديك البصله. غادي نزيدوها نص كاس تاع الزيت.
يعني الفيديو البنات حاولوا انكم تشوفوا الفيديو كامل حتى يدوز فيه نصائح واسرار ديال الوصفه. فإلا دوزتوا الفيديو فما تتسمعوش هاد النصائح كاملين، لان بزاف تاع البنات تيسولوني شي اسئله في الكومونتير انا فايت مني قايلهم في الفيديو ولكن ما سمعوهاش، داكشي علاش تيسولوني على ديك الاسئله. هذا هو نص البنات تاع الزيت اللي غادي نزيد على التشرموله. دابا ملي تلحق هاد المرحله تنزيد هاد الزيت باش صافي تتقلل ليا ديك البصله مزيان، وغادي نطفي عليها البوطه. ولكن ضروري تقلل البصله، ما تبقاش فيها قطره ديال الماء باش ما تنزلش لينا، ما تبلش لينا الورقه وتجي الورقه ديالنا فازكه. ها هو البنات كيف ما تشوفوا البصله بدات تحمر، يعني بدات تتدغمر. وتنبقى نقطع الدجاج كيف ما تشوفوا وتنحرك في القميله، لان ضروري هذا الوقت هذا تبقوا تحركوا بانتظام باش ما تلصقش لكم، ما تحرقش لكم القميله ولا تمشي لكم التغميره ديالكم. وحنا باقي محتاجينها في البسطيله. صافي البنات دابا راه قلت لكم طفيت على التغميره. هذه هي التغميره ديال البصله اللي بقات عندي، تنقسمها على جوج. البصله تنقسمها على جوج، تندير في الدجاج وتنخلي البيض. ملي تنديرو البنات التغميره على الدجاج فهو تيجي لذيذ بزاف، ما تيبقاش بحال هي سلقناه. ديك التغميره ديالو تتخليه يكون بنين. صافي البنات بان ليا هنا شويه دجاج باقي ناشف، تنزيد ليه التغميره باش يكون عندي الدجاج كامل مدغمر. ودابا غنحطو على جنب وندوزو للتغميره اللي بقات عندنا في القميله. صافي البنات هنا غادي نبدا نحيد الزيت، لان قلت لكم الزيت اللي ضفناه كامل، علاش ضفناه كثيره؟ لاننا غنخدموا بها في التعمر ديال البسطيله وفي اللوز، يعني ضروري ديروا ديك الزيت حيت غتحتاجوها باقي. هاد الزيت اللي درتها انا استعملتها كامله، ما مشات ليا منها والو. وفي تنحيد هنا زلافه ديال الزيت مع مراش، والزيت اللي بقات عندي والتغميره تنهرس فيها البيض. كيف ما تتشوفوا هنايا بديت تنهرس البيض في القميله، وهي تفكر بانه يقدر لقات شي بيضه خاسره ويخسر ليا التغميره كامله. وانا نمشي جبت زلافه وقلت اللهم الوقايه خير من العلاج، وبقيت كملت البيض ديالي على هذه الطريقه. هنا البنات عندي 9 البيضات كبار. المهم البسطيله، هذا القياس تاع البسطيله تكون فيه جوج فرارج يكونوا كبار، مثلا 2 كيلو 2 كيلو، كيلو ديال اللوز و10 ديال البيضات. هاد الطريقه البنات تنستعملوها باش البيض يجينا ما يجيش كتل ولا يجي قطع كبار، تيجي بحال الكسكسو. تنحركو طربو شويه وغادي نردو على البوطه. ما تخافوش من هذاك اللصاق اللي كاين في القامله، وما تحاولوش انكم زعما تبدلوها باش ما يكونش عندكم داك اللصاق، لان هذاك اللصاق هو اللي تيبنن البيض وتعطيه اللون. فتنخلوه تما باش البيض ديالنا تيتلون به وفي نفس الوقت تيجي بنين. فهاد المرحله البنات تاع البيض تتشوفوا الملحه، الا كانت ناقصه تزيدوها، الا كانت هي هذيك صافي بركه. صافي البنات نبقى على الطريقه خدامه البيض ديالي فيه باش ما يجيش كتل، فانا تنخدمو باش تيبقى تيجي بحال الكسكسو.
الا بليا تكتل ولا شي حاجه فانا تندير هاد الطراب باش تيفرتت البيض. صافي البنات كيف ما تشوفوا تنبقى على الطريقه هذه حتى تيتشرب ولا تيطيب البيض، تنحس بيه تيتقلى وسط من الزيت. علاش؟ باش ما يبقاش فيه الماء. تيبقاو عندي هادو قطع ديال البيض صغيورين تتحسي بهم هكا الزيت تيتقلى وسط منها، تما صافي تنطفي عليه تينشف البيض باش ما يبقاش يطلق لي الماء في الورقه وتجينا البسطيله فازكه. كيف ما شفتوا ضروري كلشي يكون ناشف، يعني ما فيهش البيض لا البصله، ما فيهش الماء لا البصله ولا البيض. هنا البنات عندي اللوز كيلو ديال اللوز، كيف ما شفتوا خليت قسمت مثلا الثلث خليته خضر والباقي قليته. هذا اللي خليت هنا خليته باش نزين به البسطيله من بعد ما طيب. فهنا البنات عندي كيف ما شفتوا ربع ولا ثلث ديال اللوز خضر والباقي قليته كامل. من بعد ما طحنت اللوز يعني غير خلطته كبرد وطحنته، غادي نضيف ليه الزيت اللي طيبنا فيها الدجاج تاع البسطيله، يعني الدغميره الزيت اللي حيدنا من الدغميره هي باش تنعجنوا هذا اللوز هذا. وجربوها البنات راه تيجي جديد بزاف. يعني الا شفتوها تقولوا كيفاش غادي يجي هذاك اللوز، راه فيه الزيت ديال الطياب، غادي تجي فيه ريحه البصله، يجي فيه الدجاج، راه ما تجي فيه حتى حاجه، تجي فيه غير البنه ديال ديك المروزيه وتجي فيه النسمه تاع القرفه والزهر. جربوا هذه الطريقه وخلوا لي التعليق. تنضيف البنات تقريبا معلقه ديال القرفه، هنايا ثلث ديال كاس ديال الزهر. صراحه نسيت ما حطيت لكمش العبارات، هنا خدمت بحال انا خدامه عادي، نسيت واش تندير الفيديو. تقريبا هنايا عندي نص كاس ديال السكر كلاصي، يعني على حسب الذوق. هاد المرحله بالضبط على حسب الذوق، يعني تحسوا بالقرفه تحسوا باللوز حلو وشويه الزهر، يعني تا هو تحسوا ما تفزقوش اللوز، غير يكون هكا تا هو مكسكس صافي. المهم البنات واحد النصيحه كنت نعطيها لكم في البيض ونسيتها قبيله. المهم الا كنتو الا خليتو البيض تعطلتو عليه ولا شي حاجه حتى دار لكم كتل فدوزو في ونشف، دوزو في الغربال اللي تنديرو به الزرع، دوك اللي عنده دقيبات كبار دوزوه فيه، ولا شي شبكه تكون عندكم عندها دوك الثقاب كبار دوزوه بحال بالمعلقه ولا شي حاجه، ومن بعد ردو يتشحر تيرجع بحيله ما خسرش من قبل. في حاله الا خسر هذا هو الحل اللي غتستعمل. صافي البنات هنا ضغط وزدت الحويجات اللي لقيتهم ناقصين، زدت القرفه وشويه تاع الحلاوه وصافي. الزهر كيف ما شفتوا ما كثرتوش، ولكن راه عطى النسمه ديالو لانها واحد الماركه مزيانه. صافي البنات كيف ما تشوفوا هنايا المكونات ديال البسطيله ديالي موجودين، غادي ندوز للطعمار. ها هي الورقه، تندير البنات بحال هكا. تناخد صينيه تنحيد جوج ورقات، غادي بحال غنصاوبوا القاعده ديال البسطيله، يعني غادي نصاوبوا حاجه فاش غنعمروا البسطيله. غادي نحيد جوج ورقات، غادي ندهن اللاطه ديالي بالزيت ضروري باش ملي تكون تطيب هاد البسطيله ماشي ما تلصقش وانما تقرمش من تحت، ماشي تجينا مجلده ولا شي حاجه. صافي كيف ما تشوفوا عندي هنايا جوج ورقات حطيتهم من الاولانيين لتحت، ومن بعد غادي ندور الورقه على الصينيه كامله، يعني على حسب. هنا خدات لي 4 الورقات باش يجيو وحده على وحده، يعني الجنب ديال كل ورقه تجي فوق من الورقه الاخرى وتجي هكا دائريه. المهم هاد البصله البنات صبت البارح واليوم درت لها المونتاج باش نحطها لكم في العشيه، نتمنى انها توصل تشارجا ونحطها لكم في العشيه.
صافي كيف ما شفتوا درت واحد الورقه اخرى لتحت، ودابا دهنتها بهذيك الزيت اللي غنبقى نخدم بها، اللي خديتها من الضغميره ديال الدجاج. وغادي نحط اللوز هو اول حاجه. صراحه هنايا في اللويه نسيت ان خاص من فوق من البيض تندير واحد الرشه ماشي كثيره، ولكن واحد شويه تاع اللوز من فوق البيض نسيت. يلا تفكرت دابا وانا تنشوف الفيديو تنسجل معكم، نسيت هذاك اللوز ما زدتوش من الفوق. المهم ماشي كميه كبيره، غير شيشه شويه، هي بحال غنبننوا البيض وصافي. صافي البنات تنحرصوا على هاد الجناب ديال لاطا باش يكون كلشي اللوز متساوي فيهم، باش تجيني البسطيله دايره ما تكونش طايحه من واحد البلاصه. فضروري تركزوا على الجناب ديال الصينيه كلها تكون مساويه. صافي البنات دائما رشيشه ديال القرفه والسكر فوق طبقات، غير رشاشه خفيفه وشويه تاع ليدام. دابا غادي نحطو الدجاج وغنفرطو على البسطيله ديالها كامله. وكيف قلت لكم البنات ضروري الجناب تاعهما يكونوا عامرين، ماشي تجي تحطوا الدجاج الوسط والجناب يكونوا خاويين. ضروري تركزوا على الجناب بحال يكون متساوي، بحال الجناب بحال الوسط. صافي البنات هنا غادي نبقى غير نقاد الدجاج ديالي باش تجيني البسطيله متساويه، يعني ما فيهاش بلاصه طالعه وبلاصه هابطه. فما تنساوش البنات تشترك الا كنتي اول مره تشوفي قناتي من خلال هذا الفيديو، فزوري قناتي، فهي قناه مختصه بالحلويات والطبخ بصفه عامه. وما تنسوش كذلك انكم تخلوا لي الكومنتير ديالكم لانها مهمه ليا بزاف بزاف، وتنتسناها من وراء كل فيديو، من وراء ما نحط الفيديو. هنا البنات البيض ديالي كيف ما تتشوفوا راه بحال مكسكس، فانا تا هو نحطو ديريكت. انا هنا ما درتش طبقات بالورقه، اللي بغى يعني يطلع تجي البسطيله طالعه بزاف يزيد بكل طبقه يدير بيناتهم الورقه. هادشي باش تتنفع هذيك الورقه اللي تجي الوسط. اللي بغاها هكا العائله ولا لدارو فمن الاحسن يخلي داكشي هكا، ما يكثرش الورقه الوسط لان ما تجيش مقرمشه. صافي البنات هنا جمعت، وانا نتفكر بان باقي نرشا المعلومه ديال القرفه وليدام وهذا. نسيت هنا اللوز، هاد اللقطه هادي نسيت فيها اللوز. بعد ما ترشوا بحال هكا رشوا واحد الرشيشه، خليوه هكا شويه مثلا نص كاس، وعاودوا رشوه من فوق من البيض تاع اللوز نيت اللي عجننا اللي درنا لتحت. صافي هنا غادي نجمع البسطيله ديالي. هذا البنات ليدام اللي بقى عندي، يعني بقى عندي شويه ليدام تنهرس فيه بيضه، وهي باش غادي نجمع هاد البسطيله، وهي باش غادي ندهن البسطيله قبل ما ندخلها الفران. كيف ما قلت لكم البنات ما تنسوش التعاليق، بزاف تنساو التعاليق، وانا تنتسنى التعاليق اكثر من اللي جيم تيطلعوا الفيديو، ولكن انا تنبغي نشوف الراي ديالكم والتفاعل ديالكم معايا على في الفيديو. فهنا البنات تنبدا نجمع البسطيله ديالي بهذه الطريقه هذه. بنفس الطريقه اللي درنا لتحت ديال البسطيله، يعني دورنا الورقه بنفس الطريقه غادي ندورها دابا من الفوق، تجي على في الجناب، وانا تندور بالبسطيله حتى نجمعها كامله. هاد الجناب البنات تتقرصوهم باش يجيو متساويين، ماشي تتقرصوهم نيت، غير هو تتوركوا عليهم منها باش تتخرجوا داك الحشوه. الا كانت شي بلاصه خاويه ولا شي حاجه باش تجي البسطيله متساويه، تجي دائريه ومتساويه في الجناب ديالها كاملين. تضغطوا بيديكم بحال تتقرصوا باش تتعمروا هذوك الفراغات اللي كاينين.
كيف ما شفتوا هنا تاني عندي نفس العدد، عندي 4 الورقات باش دورت البسطيله. من احسن البنات تستعملوا هاد الورقه هذه ديال اللي تيصاوبوا العيالات ولا الناس اللي مضروبه، على انكم تستعملوا الورقه اللي تتباع في مرجان ولا اي ورقه اخرى. من الاحسن هاد الورقه الطبيعيه هي اللي تجي في البسطيله مزيانه. صافي البنات تنبقى على الطريقه كيف ما قلت لكم حتى تنعمر البسطيله ديالي كامله، ولا تنجمعها ماشي تنعمرها، حتى تنجمع البسطيله. وانا تنضغط على الجناب الا بانت ليا شي بلاصه مجموعه ولا شي حاجه تنخرجها بالتكرياس، يعني تنقرص جناب متساويين. هنا البنات غادي ندير الدهن، غادي ندهن بالبيض والليدام اللي بقى عندي. وغادي نغطي باخر قطعه ديال الورقه. هاد المرحله حتى هي اللي بغى يجيب تكون عنده مقرصه اكثر يقرصها، يعني بحال تقرصوا شي خبزه، راه ما تخافوا من والو، راه هي ورقه تضغطوا عليها وصافي ما غادي تشتت ما حتى حاجه. صافي واخر حاجه هي نرش بهذا الزيت عاديه باش تقرمش ليا الورقه، وغندخلها الفران. بالنسبه للطياب هنا البنات فانا ما صورتش معكم الطياب، ولكن غنشرح لكم. غادي تشعلوا الفران من الفوق ومن التحت، غتنقصوا عليه ان فوا غتبان لكم تحمرت من الفوق، غادي تضغطوا على البسطيله بصباعكم بحال هكا، غتضغطوا عليها من الفوق. الا حسيتوا ولا سمعتوا ديك الورقه كلها تتقرمش، يعني تحسوا بالقرمشه تتعرفوها صافي طابت وتحمرت، تتقلبوها. ضروري هذيك القلبه واخا تكون طايبه من التحت، باش هذاك ديك الورقه ديالنا اللي تتبقى في التحت حتى هي تتجي مقرمشه. تتقلبوا البسطيله في شي تبصيل وتتردوها اللاطه ديالها وتتشعلوا عليها تاني من الفوق حتى تتقرمش هذيك الورقه. ومن بعد تردوها تاني. داكشي علاش تشوفوا عندي هنايا راه مهرسه، حنا ديجا قلبتها في التبصيل ورديتها اللاطه حمرتها من التحت ورديتها تاني للتبصيل بوجهها الاول. وهنا البنات خديت العسل تاع الزمزامي قرعه ديك صغيره ودرت معها واحد 2 معالق ولا 3 تقريبا ديال العسل ديال الدار، ونسقي البسطيله ديالي. علاش تندير هكا البنات؟ باش العسل يدخل ليا البسطيله تشرب العسل من الفوق ما يبقاش غير فوق الورقه. كيف ما شفتوا راه طبقات تميه ديال الورقه. فهنا تنحاول ندير هي نكسر هذيك الورقه باش تدخل ليا العسل للبسطيله. والعسل طبيعه الحال على حسب الناس تاني، كل اللي تيبغيها حلوه اللي تيبغيها مسوسه، فهادشي اختياري، يعني الحلاوه اختياريه، كل واحد يدير على حسب هو اشنو اللوغو اللي بغى فيه تاع الحلاوه، واش خفيف ولا كتير. صافي البنات نقرش هاد العسل هذا ما حدا سخونه كي تنخرجها من الفران باش هاد العسل تتشربوا لينا البسطيله. صافي هنا البنات من بعد ما درت العسل فانا خديت هذاك اللوز اللي شاط عليه في الاول اللي خليت في الشبكه طحنته وتنديرو من الفوق. هذا اللوز صاين مقلي طحنته وتنديرو من الفوق. صافي البنات ديريكت. وكذلك تزيين البنات على حسب كل وحده الذوق ديالها، كاينين انواع كثيره في التزيين واشكال. كاين اللي يزوق مسكر كلاصي، وكاين اللي تيدير هكا غير اللوز والقرفه، يعني تمايا كل الذوق ديالك ولا وكيتخيلها. انا غندير خطوطه ديال القرفه ضروريين، اصلا انا من عشاق القرفه، في اي حاجه تلقاوني دايره القرفه، حتى في كسكسو تندير القرفه. صافي البنات هنايا عندي هاد المربعات ولا مثلثات، وهذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالي. خديت اللوز، عرفت ما الكاوكاو، خديت اللوز حمرته في الفران غير شويه ودرته من فوق البسطيله. نتمنى انها تعجبكم، وكذلك نتمنى انكم تخليوا لي كومونتير، وما تنساوش انكم تدعموا القناه بالاشتراك وبارطاجيو الفيديو، وما تنساوش كذلك انكم تشوفوا الفيديو اللي سابق اللي كان فيديو ديال صابلي، واللي قبل منه كانت عجينه صابلي. فما تنساوش انكم تزوروا القناه، وما تنساوش كذلك انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس. وشهيه طيبه وبسلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.